بسم الله على بركة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام اخوتي في الله، ان شاء الله تكونوا بالف خير وصحة ونعمة. انتم تتبعوا فينا، متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس كل جديدنا. حبيت نوريكم كيفاش نطيبوا العجة بالهريسة العربي والمخ متاع العلوش. سهلة برشا. كما تشوفوا ناخذ المخ متاع العلوش نسلمتوه، وعندنا الهريسة العربي وعندنا العظم. لا اله الا الله محمد رسول الله. متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس كل جديدنا. أكلة سهلة فيسا ما تحضر. كما شفتوا نسلطوا المخ على الشيرة مع شوية ملح، ونحطوا الهريسة العربي ونحطوا عليها العظم ونخلطوها بالسمح. بالطبيعة نزيدوها شوية ملح ونخمم مليح مليح. ومن بعد ما يتسمطك العلوش نحيلو القشرة كيف كيف ونغسلوه بالسمح ونفتفتوه في وسط الخليط متاعنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وباش نطيبوها في القلاية بالطبيعة بزايد زيت ونغطيوها بالسمح باش نخليوها طيبة كيف عقلها. نحاولوا ما نمسوهاش باش تشد روحها، والنار تكون واطية اخوتي في الله، ما تكونش قوية باش ما تحرقش العجة نتاعنا. ونعملوا معها بطاطا بالطبيعة وزيتون، وتكون أكلة متكاملة سمحة برشا. كيما شفتوا هنا حطينا المخ قصيناه طروفة كي كبار، وبالطبيعة باش نزيدو نصغروا فيهم حسب اختياركم. يعني انت اول حاجه نتحب عليه كي تفتفتوه شويه شويه، ونخلطوه مع الهريسه والعظم بالسمح، ونخليوه يكون جاري شويه الخليط. بالطبيعه كيف تعرفوا العجه تاكل العظم يعني باش تجيكم عتيله وتجيكم كيف كيف بمنظر مزيان. خلطناه مليح مليح، ومن بعد باش نحطوه في القلاي. نحطو بزيت زيت شويه، ونصبوا الخليط متاعنا بعد ما الزيت يحمى ونغطيوه نخليوه يطيب على نار هادية. من بعديك نقصوهم أبراج أبراج على 4 أبراج باش نجمو نقليو بالسمح ونقلبوهم، يعني كل برج وحده وما تحرقش. كما تعرفوا منجموش ننزلو الكل على ذاك نقصوها من بعد على 4 ونخليوها تطيب على نار هادية لين تشرب الزيت متاعها وتطيب من الجناب وتجيكم عجبنينا برشا. استغفر الله العلي العظيم واتوب اليه. ان شاء الله تكونوا خديتوا فكره جديده على المخ شنو نطيبوا به. كيف كيف نجموا نعملوا به بريك، نجموا نعملوا به كما شفتوا كي عجه، نعملوه كيف كيف معقوده بالبطاطا المصموده وبصل ومعدنوس وزيد عظم فيها شويه بركه هريسه عربي اذا كان تحب، والا ما تحبش تخليها كيما هي. ونفس الطريقه في التطيب كما شفتوا. هكا شدت روحها من اللوطه بالطبيعه غطيناها خليناها شدت روحها، يعني عملت قيعة من اللوطة باش نجمو كي ونقصوها بالمغرفة. وكزايد العظم اللي يبدا في الوسط يهبط كيف كيف في وسط القلاي باش يشد روحه ويدخل لها الزيت. كيف نعينوها يعني شدت روحها في السمح. وقتها نزيدو نقصوها من الجناب الاخرين، نزيدو نقصوها على 4 ونشدو الطرف متاعنا ونقلبوه. لا اله الا محمد رسول الله. كما شفتوا نفس الطريقة وسهلة برشا في ساعة تحضر. اللي صوصيل خليها تشد روحها ما تقلبوهاش وهي العظم ني. والنار هادي كما قلت لكم باش تطيب، خاطر تبدا غليظة يلزم النار واطية باش ينجم تطيب. ونغطيوها يرجع عليها على العرق متاعها وتطيب. لأن كان شفتوا تو هني طابت وشربت الزيت متاعها وجات طايبة في حقها. ونخرجوها بشوي بشوي كنحاولوا ما نفتفتوهاش. كما قلت لكم حطوا معايا قريب زيتون ولا نقليو شويه بطاطا، ليكم الاختيار. حتى في الخليط تنجموا تزيدوا فيه شويه بطاطا مسموطه او تقليوها. ان شاء الله تاخذوا فكره جديده على وصفات جدد، يعني على المخ شنو نجموا نطيبوا بيه. ما تنساش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وكل جديد نحطوا لي كومنتير سمح. وإن شاء الله تكونوا خديتوا فكرة جديدة. خليتكم صحة وعافية. إن شاء الله نتقابل في فيديو قادم وفي وصفة جديدة. نبقيكم على خير. نقولكم سلامة.